رد بقى يا اخي رد. انت جيت يا بابا؟ لا لسه في السكه يا حبيبتي. شفت يا بابا؟ ابراهيم طليقي بكلمه وما بيردش عليا. يا سلام، ما هو لما كان جوزك برضه ما بيردش عليك. ايوه بس الوضع دلوقتي اتغير، انا عايزه ارفع قضيه. لو الواحد حكم عقله وبطل عنده معافره هيخلص من نص مشاكله. طيب بطل عند انت بقى، وكفايه كده على موضوع ما هي طالما مش عارف تحل مشكلتها هي وقرايبها. يعني انت كنت نجحت انت واختك بالمنظره اللي عملتوها قدامها دي؟ يا بابا نعم. شفت يا بابا المصيبه اللي انا فيها؟ ما هي تاب مراتي منشفها دماغها ومش عايزه ترجع البيت. هترجع ان شاء الله. بجد يا بابا؟ امتى؟ الراجل اللي وعدني هيديني تأشيرة بكرة. تأشيرة؟ مراتي هترجع بتأشيرة؟ مراتك ايه؟ أنا ملخوم في جدة مايا. جدة مايا هيطلع تأشيرة هي وأختها. عمي انا عايزك ضروري. نعم. بلاش كلام فارغ. في يا رحيم؟ انا ما بحبش التقصير، عمري ما احب التقصير. في حد قصر معاك يا اخويا؟ كلكم قصرتوا مش معايا. انا فوق فجأة الاقيك ما خلصتش حاجة في موضوع مايا جارتنا، تنشغل عنها بمشاكل ولادك وتسيبها. كويس، أنا مبسوط إنك فوت وذاكرتك رجعت لك. ايوه الحمد لله. انا نازل. نازل في إيه ده؟ تعالى رايح فين؟ رايح له. رايح لمين بالطربوش اللي عليك ده؟ انا لازم اقابله بالطربوش. رايح له رئيس الوزراء. رئيس الوزراء؟ اعقل يا عبد الرحيم، مش عايزين نصعد الموضوع للدرجه دي، انا بحاول احلها. ما تخافش، رئيس الوزراء صاحبي. وهتقابله كده بالطربوش؟ انت عايزني اقابل سعد زغلول من غير طربوش؟ سعد زغلول؟ لا الحق ابوك يا شيف، الحق. خدوه دخلوه. تعالى يا بابا تعالى بس. هتوصلوني؟ ايوه. وقفوا لي حنطور. يلا يا ولاد. عارفين عمكم سعد هيفرح بيكوا قوي، وانتوا اطفال صغيرين كان يشيلكوا يعضكوا على حجره. كرباج بسرعه يا اسطى. لا حول ولا قوه الا بالله. انا حالقيها منين ولا منين؟ عبد الرحيم كان هيدمرنا. سعد زغلول ده عايش في زمن غير الزمن. يا بابا انت كده متوتر وهتوترنا معاك. طب اعمل ايه؟ تخيل لو كان نزل فعلا وراح لرئيس الوزراء. طب اهدى يا حبيبي اهدى. سيبهولي انا ههديه. بابا في خبر حلو، في واحد اتخبط في نافوخه. عارفين عمك اتخبط في نافوخه؟ لا اتخبط في نافوخه وعايز يقابلك يطلب رجلي، قصدي ايدي. موافق، بس حددوا ميعاد الطلاق الاول وتضمي لاختك هاتي. لا يا عم انا زعلان، انا بجد زعلان. ايه اللي بيحصل ده انا ابن اخوك، انا طلبتها منك اكتر من مره ومفيش منك رد. ما كانت قدامك، احلوت دلوقتي. ما هي كل ما بتقعد سعرها بيزيد في السوق. هي محتاجه ايه؟ شويه سمكره ودوكو. بوسي محتاجه سمكره ودوكو؟ ده ما اول ضربه سمكره تبقى قلم رصاص. بصي ايه يا عم؟ بصي دي اخرها تدخل الفرن. فرن؟ انا بكلمك عن عربيه؟ عايز ادخل بوسي الفرن وتطلع لي رغيف مفقع؟ مساء الخير. اهلا، انا ناقصك، تعالي يا غاليه تعالي. جبت لك النابلسيه اللي انت بتحبها. مش عايز منك حاجه، انت اصلك بتقطميني، انت بتعملي حجه الاكل تجيبهولي عشان تفكريني. والله فاكر انا ما عنديش شغلانه غيرها. لا يا عمو، انا ماني جايه كرمال هذا الموضوع. انا بعرف انت حاولت وفشلت، وتيتا وخالته إلهم الله. ايه يا بابا بتعيط ليه؟ انا خارج، هرجع لك العفش بتاعك من عن طليقك يا سماح، وهرجع لك مراتك يا محسن. طب وانا هتجوزني بعد اليوبيل الذهبي؟ هقابل اللي تقدم لك. وانت شريف هرجع لك عربيه ابوك. شفت؟
تذكرت كل مشاكل أهلك ونسيت مشكلة أهلي. أنا لا أنسى، أنا لا أفشل، أنا لا أنهزم، ولما بوعد بوفي بوعدي، وهتشوفي يا مايا. يا رب يا رب هينك، يا رب يرجع أهلي يا رب. معقولة؟ بابا يختفي فجأة؟ واضح ان الجدع اللي متقدم لي ده نحس. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة، ده عمره ما غاب عن البيت، بايت بره بقاله يومين. أنا قلقانة عليه قوي. انا اتكلمت كل الاماكن اللي ممكن يروحها وما لقيتوش. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. يا جماعه اهدوا شويه، اهدوا شويه، ان شاء الله خير. أنا آسفة يا جماعة، أنا اللي حملته همي. بدل ما يرجع لنا الغايبين هو راح وما رجع. يا ترى راح فين؟ يا ترى راح فين؟ بس افتكرت، انا عارف مكان عبد العاطي. فين يا بابا؟ راح عند جدكم. بعد الشر عليه، جده ميت من زمان، هيروح له فين بس؟ راح له البلد. ايوه، هتلاقوه في اوضه الطحين. عبد العاطي بيختفي لما يحس بالفشل او اليأس. يو يا عمي ده وقته. بابا عمو، أنا آسف، أنا آسف يا أولادي، أنا خذلتكم. أنا ما حاولتش أرجع لك العفش يا سماح، عشان في الوقت اللي أنت بتدوري على كرسيين وترابيزة وعندك قانون يحميكي، في ناس في مكان تاني بيدوروا على بشر عايشين في مكان غاب عنه كل قوانين البشر. أنا ما حاولتش أرجع لك مراتك يا محسن، المشكلة عندك أنت مسؤول عنها. ما حاولتش أرجع لك العربية يا شريف، لكني اتفرغت بكل مجهودي إن أرجع اللي كانوا محتاجين فعلا إن أنا أتعب عشانهم، لأنهم ما كانوش قادرين يرجعوا لوحدهم، وكان لازم كلنا نقف جنبهم ونساعدهم في لم شمل العيلة. مايا، شو عمو؟ جدتك واختها وصلوا من سوريا. معقول؟ ما عم صدق، انت شو اللي عم تحكي؟ عشانك لابوك. بس انت هتندمجي. انت دلوقتي مش مايا، انت الممثلة علا. سماح، عبد الرحيم، شريف، بوسي، علا، أدواركم خلصت، التمثيل انتهى. اللحظة دي اللي جاية بجد في الواقع. احنا دايما بنعمل في التمثيل اللحظات اللي ما نقدرش نحققها في الواقع، لكن المرة دي الواقع هيكون أجمل من التمثيل. اللحظة دي بجد.
طبعا اللحظة دي لحظة إنسانية احترمناها وبنحترمها. بالمناسبة دي مايا الحقيقية الحفيدة كانت المتآمرة الأولى على أمها، كانت بتجهز معانا ومع فريق الإعداد كل ده، وفعلا احنا قدرنا نخبي على نرمين إن أنا نجحت والبرنامج كله نجح في إنه يجيب الست كوثر والست حيان لمصر. كلثوم، الست كلثوم اللي درست حقوق، الست دي درست حقوق، متهيألي يعني ان احنا قدرنا نجيب لها حقها الانساني. والمناسبة دي لازم اشكر كل زملائي الممثلين اللي جسدوا اللحظة دي. ولازم اتوجه بالشكر للدولة المصرية متمثلة في وزارة الداخلية، والشكر كل الشكر لوزير الداخلية طبعا، وقطاع حقوق الإنسان في وزارة الداخلية برئاسة اللواء عمرو شاكل عملوا مجهود كبير جدا وتفهموا وقالوا لي جملة في التليفون الحقيقة مش هنساها. قلت له دول سوريين وغاليين علينا، فقال لي مش هيبقوا أغلى عندك مننا، وطلعت التأشيرة. شكرا ليك ربنا يوفقك ويحميك يا رب. بس مش هتروحي، هتنزلي تقعدي بقى جنب بنتك عشان تكملي الحلقة في حب سوريا ان شاء الله. شكرا. شكرا. اتفضلي. بقول كلمة للإخوان السوريين. اتفضلي. اخواتي واحبائي السوريين، سوريا بتناديلكم، كلنا شوق وحنين إلكم وتضمكم، مستنيتكم ترجعوا لبلدها وتضمكم بحضنها وتعمروها وتزرعوا ارضها ان شاء الله يا رب، وتفرج بسوريا يا رب. شكرا. اتفضل. على عمري ما هعيش لحظة زي اللي عشتها النهاردة. لحظة برغم قسوتها إنما هي لحظة حياة ولحظة لم الشمل. يا رب نكون قدرنا ندخل السعادة في أسرة مصرية سورية، وإن شاء الله هنشيل على كتافنا هذا الوجع عند إخواتنا وأهالينا السوريين في مصر، وهنحل مشاكلكم إن شاء الله.